بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم غالياتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وصفتنا لنهار اليوم راح تكون فقط بزوج مكونات. جبت لكم طوفية بذوقين، بذوق الفراولة وبذوق البيستاش، ولا كريمة البيستاش وكريمة الفراولة. تخرج من أروع ما يكون. راح تديروها في حشو حلوياتكم، تزيين التحليات، يعني لها العديد والعديد من الاستعمالات، والأهم أنه فقط بزوج مكونات، يعني 5 دقائق وانت تحصلتي على أروع ديصوص كما راكم تشوفوا. يجوا من اروع ما يكون. البنه حاضره، واش نحكي لكم؟ نقولوا بسم الله وعلى بركه الله. عندي كاس تاع عسل، تاع الكاس 220 ملي. بالنسبه للعسل راهو صنع منزلي. راح نخلي لكم رابط الوصفه تاعو في صندوق الوصف. وصفه ناجحه 100% على قناتي، ما كاينش اللي ما جربتش العسل تاعي وما نجحتش فيه وما شكرتليش الوصفه. عندي هنايا 100 غرام شوكولا بيضاء. كنت حبيبتي شاركت معكم الوصفه سابقا. عندنا كاس تاع العسل وعندنا 100 غرام تاع شوكولا، درتها لكم بنيه ولا شوكولا بالحليب. يعني كنت انا اول قناه دارت هذا الوصفه فقط بزوج مكونات. من بعد يعني تنقلوها عليا العديد والعديد من القنوات وحطوها في قنواتهم بصحتهم. هنا حبيباتي بدلنا فقط 100 غرام تاع شوكولا بيضاء. يعني الشوكولا بالحليب عوضناها بالشوكولا بيضاء. صبيت كما راكم تشوفوا كاس هذاك تاع العسل، حطيته في مقلاة ولا في كسرونه، وديته على نار متوسطه. خليت العسل تاعي حتى رفد لي الغليه كما راكم تشوفوا. شوفوا هنا حبيباتي ما كوبيتش معكم يعني التصوير. كما راكم تشوفوا راهو رفد لي الغليه حتى وين تشوفوا باللي الفقاعات عباو لكم كامل الوجه تاع العسل تاعكم. ثم تكونوا يعني قصيتوا الشوكولا بيضاء تاعكم قطع صغيره، قد ما صغرتوا في القطع قد ما راح تذوب لكم يعني ثمثم. بعد ما نشوفوا باللي الفقاعات يعني غطات لنا كامل الوجه كما كنتوا تشوفوا، رميت هذوك القطع تاع الشوكولا. وهنا في هذه المرحله راح تنقصوا للنار خلاص، يعني تردوا النار قليله بالبزاف، وتبقاو تخلطوا هنايا باستمرار بفوي ولا ملعقه خشبيه سباتيل حتى وين تذوبوا جيدا هذيك الكميه تاع الشوكولا. هنا حبيباتي ما تخليوش الخليط تاعكم حتى وين يغلي، يعني جيست هكاك على نار قليله جدا، يعني فقط سخانه ضعيفه. تبقاو تخلطوا من بعد مباشره كي شفت باللي بقات لي فيها يعني اطراف صغار تاع الشوكولا، كنت نحيتها كملت خلطت غير على سطح العمل فقط، يعني حتى وين تشوفوا باللي الشوكولا امتزجت جيدا مع الخليط هذاك تاع العسل. هنا حبيباتي قسمت لي صوص تاعي كما راكم تشوفوا، ولا طوفيه باذواق ولا كريمات كما راكم تشوفوا. قسمتهم على 2 اللي حبيت نديرهم لكم بذوقين. الذوق الاول واللي هي ذوق الفراوله، كما راكم تشوفوا درت كميه هكا من باتاغون بذوق الفراوله كما راكم تشوفوا. حبيباتي اللي حبت دير يعني الطوفيه هذه تخليها طوفيه ديرها بذوق الكراميل، راح تضيفي القليل من عطر الكراميل، راح تحصلي على طوفيه كراميل من اروع ما يكون. كما راكم تشوفوا حبيباتي بهذه الطريقه، يعني وضعت كميه من الباتاغون بذوق الفراوله. تحصلنا على لوغو تاع الفراز، واش نحكي لكم تجي من اروع ما يكون. شوفوا لي هذاك القوام واحد البنه رائعه جدا. بالنسبه لاستعمالاتهم تستعملوهم في حشو وتزيين الحلويات، بالاخص كي ديروا يعني حلويات بنكهه الفراوله راح تحشيوهم، ولا اللي صاب لي تحشيوهم بهذه الكريمات يخرجوا من اروع ما يكون. وهنا بالنسبه للنص الثاني درت له كميه من لاباطون بذوق البيستاش ولا عطر البيستاش، يعني راح يعطينا اللون وفي نفس الوقت الذوق. كما راكم تشوفوا خرج لي واحد القوام يجي لماع، ويجي واحد القوام من اروع ما يكون كما الكابريس وكما كذلك الطوفيه كراميل. نتمنى ان شاء الله حبيبتي غالياتي وصفاتي لنهار اليوم يكونوا عجبوكم. اللي حبت يعني تشوف الوصفه السابقه تاع الكابريس السائله اللي هي 100 غرام تاع شوكولا بالحليب مع كاس تاع العسل، شوفي برك يعني حبيبتي كنت خليتها لكم هذه الايام. نتمنى ان شاء الله كامل تجربوها، يعني نالت اقبال ومشاهدات الله يبارك على قناتي. بزاف اللي جربوها وعجبتهم بزاف الوصفه، ودرت لكم بها لي طاغتولات بالكابريس خرجوا من اروع ما يكون. بالنسبه حبيبتي الاحتفاظ تاعهم تحطوهم هكا في علب زجاجيه تكون مغلقه محكمه الاغلاق عفوا، وراح تحتفظوا بهم يعني وتخبيهم وقت الحاجه. ما رايح يصرى معاهم حتى حاجه لانه ما فيهمش حاجه اللي تفسد، غير عسل فقط ومع شوكولا. اتمنى ان شاء الله كامل تجربوها وتسيوها. راح تحتفظوا بهذه الوصفات يعني للعيد ولا مناسباتكم. صدقوني عوض ما تروحوا تشريهم من المحلات بمبالغ باهظه راح تخدموهم في الدار باقل تكاليف، والاهم انه 5 دقائق وانت وجدتي هذه الوصفات الرائعه. حبيباتي اذا حبيتوا نطبق لكم هذا الكريمات في وصفات فقط كتبوا لي في التعاليق، وخليوا لي اشتراك في القناه، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. هلاو لي في رواحكم، نقول لكم السلام عليكم.